بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده ان شاء الله هنكمل حصه الدرس الثاني في الهندسه. بيتكلم برضو على العلاقه بين مساحه المتوازي ومساحه المتوازي. بس قبل ما نتكلم على مساحه المتوازي او المثلث او المتوازي والمتوازي، نعرف الاول مساحه المثلث. فطبعا مساحه المثلث هي نص القاعده في الارتفاع. ده قانون ثابت من خلاله نقدر نجيب مساحه المثلث، نص القاعده في الارتفاع. لو انا محتاج الارتفاع فاقدر اقول هو المساحه على نص القاعدة. ولو انا عاوز اجيب القاعدة، خليك حافظ القانون بعكسه. لو انا عاوز اجيب القاعدة فاقول له المساحة على نص الارتفاع. يبقى انت حافظ القانون بعكسه، ان المساحة هي نص القاعدة في الارتفاع. خلي بالك ان دي مساحة المثلث. مساحة الحصة اللي فاتت كان مساحة المتوازي كان قاعدة في ارتفاع، ولكن مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع. طب لو انا عاوز الارتفاع اقول له المساحة على نص القاعدة. لو انا عاوز اقول القاعدة يبقى المساحة على نص الارتفاع. بس بالنسبة للمثلث، عشان اقدر اجيب الارتفاع انا عندي 3 انواع من المثلث. ايه هو؟ قالك ممكن يكون المثلث ده مثلث قائم، فساعتها الارتفاع لازم يكون عمودي. الارتفاع هو جوه المثلث، يعني ممكن يكون الارتفاع هو الالف ب. وممكن يكون لو انا نزلت كده عمودي وليكن سميته د، ممكن يكون الب د. يعني الارتفاع بتاع المثلث ده لو انا هاخد القاعدة اللي اسمها ب ج، يبقى لازم اخد الارتفاع اللي اسمه ا ب. يبقى لو خدت القاعدة ب ج لازم اخد الارتفاع ا ب. طب لو انا خدت القاعدة ا ج، يبقى تاخد الارتفاع الب د. ايه ده؟ يعني على حسب. لو انت خدت القاعدة اللي تحت تاخد الارتفاع اللي نازل عليها عمودي. لو انت خدت القاعدة دي اللي هي الوتر يبقى هاخد الارتفاع اللي نازل عليها عمودي. بس كده؟ بس كده. ده بالنسبة للمثلث مين؟ القائم، عشان ده مهم اوي. طب المثلث الحاد ما بيغلبناش اوي المثلث الحاد ده ليه؟ لان انا اقدر اجيب 3 ارتفاعات. لو انا اخترت القاعدة ب ج هاخد الارتفاع اللي نازل عليها وليكن مثلا اسمه ا د. يبقى لو اخترت القاعدة ب ج هاخد الارتفاع ا د. طب لو اخترت القاعدة ا ج هاخد الارتفاع اللي نازل عليها وليكن اسمه ب ه. فلو اخترت القاعدة ا ج هاخد الارتفاع ب ه. طب لو اخترت القاعدة ا ب يبقى هاخد الارتفاع اللي نازل عليها وليكن مثلا الجيم واي. ايه ده؟ يعني ممكن نختار القاعدة وممكن نختار الارتفاع، انت على حسب بقى مين اللي موجود عندك في السؤال. لو مديك القاعدة ب ج او هو مديك طول الب ج فهو بيقولك غصب عنك خد الارتفاع ا د. لو اداك القاعدة ا ج فبقولك غصب عنك خد الارتفاع اللي اسمه ب ه. لو اداك القاعدة اللي اسمها ا و فبقولك غصب عنك تاخد الارتفاع الجيم واحد. يبقى بالنسبة للمثلث القائم الارتفاع لا اما الالف ب لا اما الب د. بالنسبة للمثلث الحاد لا اما الف د لا اما ج واو لا اما ب ه، على حسب هو مديك انهي قاعدة. لو مديك القاعدة اللي تحت الب ج يبقى لازم الارتفاع الف د. لو مديك القاعدة الف ج يبقى لازم الارتفاع الب ه. لو مديك القاعدة الف ب يبقى لازم الارتفاع ج واو. طيب، اخر مثلث هو المثلث المنفرج. فقالك ان المثلث المنفرج الارتفاع بتاعه ما بيبقاش جوه المثلث اصلا، بيبقى بره المثلث وليكن مثلا اسمه ه. ده الارتفاع. يبقى القاعدة ب ج والارتفاع هو الالف ه، لان القاعدة والارتفاع بيبقى بره المثلث اصلا. يبقى بالنسبة للمثلث القائم تبقى عارف ان القاعدة لو اخترتها ب ج يبقى تاخد الارتفاع ا ب. لو اخترت القاعدة ا ج يبقى تاخد الارتفاع ب د. بالنسبة للمثلث الحاد لو اخترت القاعدة ب ج يبقى تاخد الارتفاع ا د. لو خدت القاعدة ا ج يبقى تاخد الارتفاع ب ه. لو اخترت القاعدة ا ب تاخد الارتفاع ج و. بالنسبة للمثلث المنفرج لو هو اصلا مش هينفع غير القاعدة اللي اسمها ب ج. لو القاعدة ب ج يبقى الارتفاع هو الالف ه. طيب، ممكن اهو ده مثال كده او دي رسمة توضح لك الكلام اللي انا قلته. المثلث الحاد ان الارتفاعات اهو، ده الارتفاع اللي هو نازل عمودي ده عين واحد، ده عين واحد، وده عين اتنين، وده عين تلاتة. فبقول لك يعني ان ايه؟ ان المثلث الحاد الارتفاعات جوه المثلث. المثلث المنفرج الارتفاع بره المثلث اهو، ده اما ده لا اما دول لا، ولكن ايه احنا ما يهمناش الا ده بس، ده اهو. ده الارتفاع ده يعني. المثلث القائم لا اما الارتفاع يكون ده اهو او الارتفاع ده.
تعالى ايه نشوف امثله على الكلام العبيط ده الاول. قالك مديك مثلث قائم الزاويه، ده باربعة وده بتلاتة. قبل ما احل السؤال، لو واحد مصحصح يعني قبل ما يحل السؤال اصلا يقول له يا مستر استنى انا اقدر اجيب الجيم ب. فاكر نظريه فيثاغورس اللي كنا بناخدها الترم اللي فات او بناخدها في اولى اعدادي؟ لو انا عندي مثلث ده بتلاتة وده باربعة، بجيب الجيم ب، ده كان اسمه الوتر. كنت بقول جذر تلاتة تربيع زائد أربعة تربيع يطلع بخمسة، فما تنساهاش. يبقى معانا ده بخمسة سنتي. هو عاوز منك مساحة المثلث، فأقول له مساحة المثلث أ ب ج. ده مثلث قائم، يبقى نص القاعدة في الارتفاع. لازم يكون معاك القاعدة ومعاك الارتفاع. أقول له نص. فين بقى القاعدة؟ وركز بقى عشان تبقى فاهم. واحد يقول لي يا مستر ايه رأيك انا اختار القاعدة اللي اسمها أ ب. اقول له يبقى انت غصب عنك لازم تاخد الارتفاع اللي اسمه جيم أ. يقول لي طب ما هو ده موجود وده موجود، خلاص هات المساحة. واحد تاني دماغه قفل شوية يقول لي يا استاذ لا انا هختار القاعدة اللي اسمها جيم ب. اقول لك يا عم براحتك مفيش مشكلة، بس هل انت معاك الارتفاع ده؟ تقول لي لا. قال لك يبقى مش هنقدر نجيب، لازم يكون معاك الرقم بتاع ده والرقم بتاع ده. فعشان كده انا مش هقدر استخدم القاعدة اللي اسمها جيم ب، انا هستخدم القاعدة اللي تحت اللي هي الالف ب. فاقوله نص في القاعدة الف ب في الارتفاع جيم الف، يبقى نص في اربعة في تلاتة تطلع معاك ستة سنتي تربيع. المطلوب التاني هو طالب منك الالف دال بقى. تقول له الالف دال ده ايه؟ بص بقى معايا وركز. الالف دال ده حبيب قلبي ده اسمه ارتفاع. ترجع لاول صفحه خالص لما استنتجت لك القوانين وقلت لك المساحه بتساوي نص القاعده في الارتفاع. طب لو انا عاوز اجيب الارتفاع يبقى المساحه على نص القاعده، المساحه على نص القاعده، احفظ القانون بعكسه. المساحه على نص القاعده. فاقول له المساحه اللي هي ستة على نص في القاعده. انهي قاعده بقى يا مستر؟ القاعده بتاعت دي. ما انت عاوز تجيب الالف ده بقى يبقى تاخد القاعده اللي قدامها اللي هي الخمسة اللي احنا ما استخدمناش يعني. بص معايا بقى، الاتنين دي بتطلع فوق او بالآلة حاسبة، او النص ده بتطلع تتضرب فوق يعني، او ستة على اتنين ونص اهو. شوف لي دي فيها كام. اتفقنا؟ ماشي. تعال نشوف واحدة تاني. قايل لك ايه؟ أ ب ج مثلث ب ج بستة ونص، ب ج اللي تحت ده بستة ونص، أ ج ده بستة، ب د ده اهو ماشي ده خمسة. عاوز اجيب مساحة المثلث، فركز بقى معايا. اجيب مساحة المثلث أ ب ج، اقول نص القاعدة في الارتفاع. فين بقى نص القاعدة في الارتفاع؟ اقول نص فين القاعدة؟ وركز بقى معايا. لو انت اخترت القاعدة ب ج يبقى لازم تاخد الارتفاع أ ه. انا عندي الب ج، بس هل انا عندي الألف ه؟ لا مش عندك. الخمسة دي بتاعت الب ده، حتى هو طالب الألف ه، فكده هو معيش الالف. يبقى انت كده غصب عنك بتقول ايه؟ ما ينفعش استخدم القاعدة ستة ونص وما ينفعش استخدم الالف ه. اروح هناك استخدم القاعدة دي اللي هي الف ج في الارتفاع اللي نازل عليها الب د. يبقى اقول له نص في القاعدة الف ج اللي هي ستة في الارتفاع ب د اللي هو خمسة، يطلع 15 سنتيمتر مربع اهو. يبقى ده كان بستة وده بخمسة وده بستة ونص. كده احنا جبنا المساحة. عاوز طول الالف ه. طول الالف ه، الالف ه ده اللي هو الارتفاع ده اهو. اقول له المساحة على نص القاعدة. المساحة اللي احنا جبناها بخمستاشر على نص في القاعدة. فين بقى القاعدة؟ القاعدة ما انت بتجيب الالف ه، الف ه يبقى القاعدة بتاعت الالف ه مين؟ الستة ونص اللي قدامها دي، يبقى في نص ستة ونص. ونشوف دي بالآلة الحاسبة تطلع معانا كام. تطلع معانا 60/13، وهو ده الناتج بتاع المسألة. السؤال اللي بعده ده مثلث منفرج على فكرة بس مش مشكلة. مديك أ ج بستاشر، ده بستاشر، ب ج اللي تحت ده بعشرة، أ د بتمانية. عاوز أجيب مساحة المثلث. راح أقول له برضه مساحة المثلث أ ب ج بتساوي نص القاعدة في الارتفاع. قاعدة في الارتفاع، يبقى أقول له نص. فين بقى القاعدة؟ وركز بقى. لو واحد قال لي أنا هختار القاعدة دي، أقول له يا ابني مفيش مشكلة، بس هل أنت عندك ده؟ يقول لي يقع في نفس المشكلة، يقول لي لا مش موجود، حتى هو طالبه اهو. فعشان كده بقولك ما ينفعش استخدم القاعدة دي. امال اروح استخدم القاعدة ان هي ده اهي 10
في الارتفاع اللي نازل عليها اللي هو التمانية. عادي، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. يبقى القاعدة 10 اهي، والارتفاع نازل عليها اهي. يبقى 40، يبقى 40 سنتيمتر مربع. عاوز اجيب ب اهي، اقول له بنفس القصة المساحة على نص القاعدة. المساحة اللي هي 40 على نص، فين بقى القاعدة؟ القاعدة اللي هي دي، ما انت عاوز ب اهي، يبقى القاعدة اللي هي 16. يبقى 40 على التمانية فيها الخمسة، يبقى 5 سنتي. ها تمام. دي بالنسبة لمساحة المثلث. يبقى مساحة المثلث بتجيب نص القاعدة في الارتفاع. تعالى بقى للنظرية بتاعتنا، ودي المهمة جدا جدا جدا. بتقولي بقى، بتقول ان مساحة المثلث تساوي نصف مساحة متوازي الأضلاع. مساحة، دي اللي عليها البرهان بقى وركز. مساحة المثلث بتساوي نص مساحة متوازي الأضلاع. ماله بقى؟ قالك المشترك معه في نفس القاعدة. ده الشرط الأولاني، ده شرط، يبقى ده شرط واحد، ده شرط رقم واحد. المحصور معه واشترك معه في القاعدة، والمحصور بين مستقيمين متوازيين، ده الشرط رقم اتنين. ايه ده؟ يعني عندي شرطين، وعندي نفس الشرطين بتوع الدرس اللي فات، ان هو في قاعدة مشتركة ومحصور بين مستقيمين متوازيين. يعني ممكن المثلث يبقى شكله عامل معاك متوازي جميل كده اهو، وفي قلبه مثلث شكله عامل كده، فمعاك متوازي كبير أ ب ج د، ومعاك مثلث صغير ه ب ج. فقال لك ان مساحة المثلث ه ب ج هتساوي نص مساحة المتوازي أ ب ج د، بس لازم يكون معاك الشرطين ان في قاعدة مشتركة اهي، ب ج دي قاعدة مشتركة. ثانيا في توازي ما بين الألف د والب ج، فصح. لو لقيت الشرطين دول فاقدر اقول ان مساحة المثلث نص مساحة المتوازي. يعني لو مساحة المتوازي ب100 يبقى مساحة المثلث ب50، لو مساحة المتوازي ب1000 يبقى مساحة المثلث ب500، والعكس صحيح. لو مساحة المثلث هو اللي ب50 يبقى المتوازي بكام؟ ب100 بقى عكسه. ها، تعالى كده ايه، بص، ده مثال بس بسيط، او مش مثال يعني، ده للتوضيح وللشرح. بيقولك في كل شكل دول ان مساحة المثلث، هنا مساحة المثلث اهو، مالها؟ بتساوي نص مساحة المتوازي. بص، لو احنا عاوزين نكتب برهان هقوله ايه؟ في المتوازي أ ب ج د والمثلث ه ب ج، فهما ب ج قاعدة مشتركة زي ما اتفقنا الحصة اللي فاتت، وأ د بيوازي ب ج. يبقى إذا مساحة المثلث ه ب ج بتساوي نص مساحة المتوازي اللي هو أ ب ج د. ده البرهان اللي حضرتك هتحفظه وتذاكره. تقول ايه يا مستر الشكل اللي على الشمال ده؟ الشكل اللي على الشمال ده برضه مثلث اهو، بس المرة دي هو بره المتوازي. عادي، عادي. بدل ما احقق الشرطين يبقى خلاص، اول حاجة فين الشرطين؟ ب ج قاعدة مشتركة، صدق، وفي توازي، بس التوازي اهو واهو. فمش لازم يكون المثلث جوه المتوازي، مش شرط. ممكن يكون المثلث داخل المتوازي، او المثلث داخل المتوازي، داخل، وممكن يكون خارج المتوازي، فعلا خارج المتوازي جدا اهو. المتوازي جوه اللي اهوت، والمثلث بره المتوازي خالص، فمش شرط يعني، عادي. تعال نشوف مسألتين عليهم برهان كده، وركز كده وصحصح عشان الكلام محتاج تركيز. عندك مثلثين، مثلث باللون الازرق ومثلث باللون الاحمر، فانا عاوز اثبت ان دول بيساووا بعض، فانا هعمل ايه؟ تقول لي يا مستر انا الاول هخبي المسألة اللي على الشمال ده اهو خالص، شخبط عليه خالص اهو، شايفه؟ انا شخبطت خالص، ما تبصش عليه بقى، ولا اكنك شايف، ولا اكنك شايف المثلث الاحمر ده. في مثلث ازرق وفي متوازي. تقول لي ماله بقى؟ المثلث ده بيساوي نص المتوازي. يبقى اقول له فين المثلث اللي هو بالازرق أ ب ج، والمتوازي أ ب ج د، فيهما واحد ب ج قاعدة مشتركة، صح. اتنين أ د بيوازي ب ج. اذا مساحة المثلث أ ب ج بيساوي نص مساحة المتوازي أ ب ج د، وسمد رقم واحد. هتروح بقى تعمل نفس الحاجة بس مع المثلث الأحمر اللي هو المثلث ده. يعني هقول له المرة دي في المثلث أ د ه، والمتوازي أ ب ج د. ايه ده؟ يعني نفس المتوازي؟ نفس المتوازي، مرة مع المثلث الأحمر ومرة مع المثلث الأزرق. هقول له فيهما
القاعدة المشتركة فين بقى المرة دي؟ حد ابن حلال كده يقول لي فين القاعدة المشتركة؟ ده المتوازي اهو اللي بالاخضر ده، وده المثلث اللي بالاحمر ده اهو. فين بقى القاعدة المشتركة؟ فين المشترك ما بينهم؟ المشترك ما بينهم هو الالف د. بقول له الف د قاعدة مشتركة. اتنين، الف د بيوازي ب ه. اذا مساحة المثلث اللي بالاحمر الف د ه بيساوي نص مساحة المتوازي الف ب ج د. وصمد رقم اتنين. من واحد واتنين بص بقى الواحد وبص بقى الاتنين، هلاقي ان النص الف ب ج د هو نص الف ب ج د. يبقى الاتنين دول بيساوي بعض. اذا مساحة المثلث الف ب ج هيساوي مساحة المثلث الف د ه، وده المطلوب اثباته. سؤال البرهان فيه مش صعب، البرهان فيه عاوز تركيز، عاوز تحفظ، عاوز تكتبه اكتر من مرة عشان تحس ان انت استفدت. اسمع كلام الاستاذ محمد بعد اذنك، وقف الفيديو حله بايدك، وبعد كده ارجع شوف انت حليت صح ولا لا. لو انت خرجت من الحصة، والله مش بهزر مش ببالغ والله العظيم، لو انت خرجت من الحصة فاهم ده هو بس وعارف برهانه بيتكتب ازاي زي الفل، اقفل بقى وما تكملش بقية المسائل، يعني اقفل وخلاص ماشي. بس ده مهم لان ده المكمل معانا، اللي جاي برضو كله نفس الافكار، بس انا عاوز تتعلم تكتب برهان ازاي. هنا بقولك في الشكل المقابل ا ب ج د، في متوازي اللي هو بالاحمر ده، وفي متوازي اللي هو ده. ركز بقى معايا، ده بالاحمر اهو، خلي خلي ده اللي بالاحمر عشان ما لخبطكش يا عم الحاج. خلي اللي فوق ده زي ما هو بالاحمر اهو، حلو. وفي متوازي تاني خليه بالاسود. شايف الاتنين متوازي دول بتوع الحصة اللي فاتت، ده بتاع الدرس اللي فات. فشايف المتوازي ده اهو. بص تعرف لو الرسمة بس بتنفع تتقلب هنا كنت قلبتها لك. دي نفس المسألة بتاعت الحصة اللي فاتت، والله نفسها، بس هي الفكرة نجرب كده ينفع تتقلب. لا مش هتنفع تتقلب. لا مش هتنفع تتقلب للأسف. هو انا ينفع اشيل الشخبطة بس مينفعش تتقلب. المهم ده نفس المسألة بتاعت الحصة اللي فاتت اللي هما الاتنين متوازي. فاقول له في المتوازيين ا ب م ن، والمتوازي التاني ا ب ج د. فهم؟ لو انت خدت بالك ا ب قاعدة مشتركة. فين بقى مستر القاعدة المشتركة؟ اهو يا حبيب قلبي اهو، فيها ازرق واحمر الحتة الالف ب دي. وثانيا في توازي ما بين الالف ب والنون ج. يبقى اذا مساحة المتوازي ا ب م ن بيساوي مساحة المتوازي ا ب ج د. خلي بالك ان دول متوازيين، مفيش حد بيساوي النص بتاعه بقى، لا خلاص. وسمي ده رقم واحد. امسح بقى العك ده كله. بص بقى معايا، سيبك من الشكل اللي فوق ده خالص، ولا اكنك شخبط عليه، ما تبصليش عليه، مش اللي بالاسود ده انا مشخبطه. حلو حلو. بص بقى للمساله اللي تحت. لو انت خدت بالك اللي تحت ده مثلث ه ب ج بيساوي نص مساحه المتوازي. ليه؟ عشان موجود في قلبه وفي قاعده مشتركه. يبقى مساحة المثلث اللي بالازرق ه ب ج ده بيساوي نص مساحة المتوازي ا ب ج د. ليه؟ عشان في قاعدة مشتركة ب ج مشتركة، وفي توازي ما بين الألف د والب ج. فكده قدرت استنتج ان مساحة المثلث ه ب ج بيساوي نص مساحة المتوازي ا ب ج د. وسمي ده رقم اتنين. بص بقى الواحد واتنين وركز بقى. تقول لي ايه؟ هو مش عاوز كده، هو بيقول لك اثبت لي ان مساحة المثلث ه ب ج مش نص ا ب ج د، ده نص ا ب م ن. يقوم واحد ابن حلال يقول لي يا استاذ مش انت ثبت في الاول ان الالف ب م ن هو الف ب ج د هم اخوات؟ المثلث ده اهو نص الف ب ج د، والالف ب ج د هو الف ب م ن. يبقى اذا مساحة المثلث ه ب ج هتساوي نص مساحة المتوازي ا ب م ن. دول شبه بعض. يبقى المثلث ده اهو او المثلث ده بيساوي نص المتوازي. يبقى انت ثبت المتوازي اللي بالاحمر واللي بالاخضر ان احنا دول بيساوي بعض، اللي هم المتوازيين الكبار. بعد كده المثلث اللي بالازرق نص المتوازي اللي تحت، يبقى هو نص المتوازي اللي فوق.
كمان واحدة، وخلي بالك ان دي نفس الفكرة اللي فاتت بقى، مش هتتعب كتير يعني. ده متوازي اضلاع مديك ا ب ب4 ب ج ب10، اوجد بالبرهان مساحة المتوازي ا ب ه و. تقول له يا مستر هعمل نفس الحركة بالظبط، نفس المسألة اللي فاتت بالظبط، والله نفسها بالظبط. ده المتوازي اللي بالاحمر اهو، والمتوازي التاني اهو اللي بالاسود اهو. لو انت قدرت انه تثبت ان هما بيساووا بعض، يبقى خلاص لهم نفس المساحة. هقول له في المتوازي ركز، في المتوازي ا ب ه و، والمتوازي التاني ا ب ج د. فهم ا ب قاعدة مشتركة. اتنين ا ب بيوازي الواو ج. يبقى اذا مساحة المتوازي، متوازي بقى ا ب ج د بيساوي مساحة المتوازي ا ب ه و. وهو كده كده مديك اللي تحت ده أربعة في 10 على طول، يبقى 4 في 10 تطلع ب40، يبقى اللي فوق هو كمان بكام؟ ب40. خلاص امسح بقى ده. يبقى انت جبت اللي تحت ده ب40، واللي فوق برضه بكام؟ ب40. المطلوب التاني عاوز مساحة المثلث س أ و. احنا لسه قايلين من شوية ان مساحة المثلث نص مساحة المتوازي، بس هكتب له برضه، اقول له في المثلث س أ و واللي انت عاوزه، والمتوازي ا ب ه و اللي هو المتوازي اللي فوق، في قاعدة مشتركة. خلي بالك ان المتوازي مقلوب اهو. شخبط لي على اللي تحت ده والحق عشان ما تشوفوش خالص خالص، مش عايزك تبص عليه. بص بقى الجزء اللي فوق ده ا ب دي س، ماشي. فالمثلث اللي هو بالاحمر ده ا س واو، والمتوازي ا ب ه واو، في قاعدة مشتركة فيهما. اول حاجة ا واو هي اللي قاعدة مشتركة. اتنين ان ا واو بيوازي ب ه. يبقى اقدر اقول له اذا مساحة المثلث، اذا مساحة المثلث س ا واو بتساوي نص مساحة المتوازي ا ب ه واو. وهي المساحة ب40، يبقى ب20 سنتي، يبقى اللي فوق ب40 يبقى اللي تحت ب20. مساحة المتوازي لسه جايبينها من شوية ب40، يبقى المثلث ب20. ماشي. تعال نشوف دي برضو يقولوا انها صعبة شوية. ا ب ج د، في متوازي اسمه ا ب ج د اللي هو المتوازي الكبير، في متوازي تاني اسمه ب ه ج د. ب ه ج د بقولك اثبت ان مساحة المثلث ا ب د بتساوي مساحة المثلث م ه ج. معايا واحدة واحدة بقى. تقول لي يا مستر والله انا ما شايف ولا متوازيات ولا شايف مثلثات اصلا. انا عارف والله عذرك اقسم بالله. فبقى واحدة واحدة، انا هشخبط على دي. ماشي. سيبك من الجزء اللي تحت بقى، تعالى واحدة واحدة فوق. هو بيقولك اثبت ان مساحة المثلث ده اهو، ده مثلث ماشي اهو. بيقول لك اثبت لي ان هو بيساوي اللي تحت ده، او يعني سيبك من اللي تحت، سيبك من القصه بتاعت اللي تحت. انا مشخبط على اللي تحت دي شخبطه، ماشي اللي هي غلط دي. سيبك بقى من اللي فوق. اللي فوق هنشتغل عليه في المثلث ا ب ب د اللي هو بالازرق، والمتوازي ا ب ج د. ا ب ج د اول حاجه الاتنين دول فيهم ا د قاعده مشتركه، صح صح حصل. وفيهم ان ا د بيوازي ب ج، حصل. يبقى اذا مساحة المثلث ا ب د بيساوي مساحة نص مساحة المتوازي، نص مساحة المتوازي ا ب ج د. ايه ده؟ صح، اه والله صح. اللي بالازرق بيساوي نص المتوازي. تعالى بقى تاني، امسح بقى كل الشخبطة دي وكمان مرة تاني بقى. المثلث م ه ج ده، لما انا شخبط على ده، شخبط على بالاحمر ده، اوعى تبص لما بشخبط حاجة ما تبصش عليه اهو. مش ده متوازي ده اهو ب ه ج د، وده مثلث مرسوم في قلب اهو ياخد نص. صدق لما انا شخبطت انت خدت بالك ان المثلث م م ه ج والمتوازي ب د ج ه فيهما اول حاجة ه ج قاعدة مشتركة، ده واحدة، وفيهم كمان ان ه ج بيوازي ب د. يبقى اقدر اقوله ساعتها اذا مساحة المثلث ه م ه ج تساوي نص مساحة المتوازي ب د ج ه، وسمى رقم 2. يبقى انت هنا قلت ان المثلث الازرق ده نص المتوازي ده اللي هو بالاصفر ده. شفته؟ ماشي.
بعد كده بص بقى الواحد واتنين اللي انت جبتهم، هتلاقي مالهم بقى. قالك ان الاتنين دول، الاتنين ده هم أ ب د نص أ ب ج د، وه ج واو نص ب ج د ه. مفيش حاجة شبه بعضها، بس قالك يا مستر ان انا عندي اتنين متوازي اضلاع اللي هم الكبار. الاتنين الكبار دول لو انا قدرت اثبت ان هم متساويين يبقى صح. ازاي بقى؟ قالك ده المتوازي الكبير الاحمر، وده المتوازي التاني اهو. الاتنين متوازي دول لو انا قدرت اثبت ان هما بيساووا بعض يبقى خلاص، فانا هثبت فعلا ان هما بيساووا بعض. ازاي يا مستر؟ اقوم قايل له كده في المتوازي ا ب ج د والمتوازي التاني ه ج ب د، فيهما الوحدة الأولانية ده الجيم هي اللي قاعدة مشتركة. اتنين، إن الألف ه بيوازي ده الجيم، يبقى إذا مساحة المتوازي أ ب ج د بيساوي مساحة المتوازي ه ج ب د. أنا كده ثبتت إن الاتنين متوازي الكبار بيساووا بعض، والمثلث الأولاني بيساوي نص المتوازي، والمثلث اللي تحت بيساوي نص المتوازي. كده انت ثبتت ان كله بيساوي بعض. في الآخر بقى دول بقوا بيساووا بعض منين؟ من ده اهي اهو، من الجزء اللي على اليمين ده. الاتنين دول بيساووا بعض، يبقى الجزئين اللي على الشمال دول هما كمان بيساووا بعض. انا عارف ان المسألة رخمة جدا جدا جدا، ولكن عاوز طالب يفهم ويركز عشان الموضوع بيلخبط. يبقى الاول المثلث ا ب د ده اهو نص المتوازي ا ب ج د، وبعدين رحت انا قايل تاني ان المثلث ده اهو نص المتوازي ب ه ج د، صح. وبعدين قلت ان المتوازي ده اهو بيساوي المتوازي ده اهو. فكده يبقى خلاص، يبقى احنا كده ثبتنا الناتج اللي عندك. كلام صعب محتاج تركيز، محتاج يتحل اكتر من مرة عشان تفهمه. عيد الفيديو براحتك، انا عاوزك تعيد الفيديو اكتر من 3 4 مرات عشان تفهم الدرس ده كويس. ماشي، اللي جاي بيقول ايه؟ اخر سؤال معانا بيقول لك ا ب ج د والف فيهم اتنين متوازيين باينين قوي اهم. اللي ده باين، والتاني اللي هو ايه نايم، اللي هو ده كده بالاحمر ده كده اهو باين جدا يعني. تقول لي باين جدا بالنسبه لك انت يا مستر؟ لا باينين والله. ا ب ج د وواو ا ج ه. بيقول لك اثبت ان ا ب ج د بيساوي ا ه مش عارف ايه. لو انت خدت بالك ان في واحد مشترك في النص اهو. بص انا هشخبط لك على ده زي ما قلت لك، اللي شخبط عليه ما تبصش عليه، شخبط لك عليه باللون الاخضر ده، ما تبصش عليه. بص، شايف المتوازي اللي قدام عينك ده؟ اه يا مستر اهو. فاقول له بقى في المثلث ا ج د والمتوازي اسمه ايه؟ ا ج ه و، فهم من القاعدة المشتركة ا ج قاعدة مشتركة صح. وايه تاني؟ ا ج بيوازي الواو ه، اذا مساحة المثلث ا د ج يساوي نص مساحة المتوازي ا ج ه و، يساوي ده رقم واحد. تعالى بقى تاني، شخبط لي بقى على ده وشخبط لي بقى على ده. شوف بص لي على المتوازي الاولاني بقى، شايف المتوازي اللي قدام عينك ده؟ اه يا مستر. ماله بقى المتوازي ده؟ قالك في المثلث برضه ا د ج والمتوازي ا ب ج د، فهمه اهو. يبقى المثلث ده اهو اللي بالاصفر ده والمتوازي. هاخد بالك ان في قاعدة مشتركة. مين القاعدة المشتركة؟ على فكرة بقى ينفع اي حاجة، يعني ممكن اقول القاعدة المشتركة هي الالف د. قاعدة مشتركة اتنين، ان الالف د بيوازي ب ج، يبقى خلاص قدرنا نستفاد ان مساحة المثلث ا د ج بيساوي نص مساحة المتوازي ا ب ج د. بص بقى الواحد واتنين، هتلاقي النص الالف د ج هو الالف د ج، والنص هو النص. يبقى اذا مساحة المتوازي، اذا مساحة المتوازي ا ج ه واو بيساوي مساحة المتوازي ا ب ج د، وده المطلوب اثباته. اتفقنا؟ كلام صعب محتاج تركيز، محتاج يتحل اكتر من مرة. راجع وفكر وذاكر الدرس كويس عشان الدرس ده محتاج تركيز. ونتقابل الفيديو الجاي. وما تنساش بقى لو استفدت منها، ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتدعي لنا دعوة حلوة كده عشان نقدر نكمل لك ان شاء الله الترم.